السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست قهوة سادة. في البداية لو عليك فرض ما صليتهوش قوم صليه وتعالى، الصلاة أهم من أي حاجة، ولو ما عليكش فخلينا على طول نبدأ حلقتنا النهاردة وصلي بينا على النبي. الأسبوع ده كلنا صحينا على خبرين مختلفين، الأول هو نتائج الثانوية العامة، والتاني هو إلغاء بعض الدروس في الثانوية العامة واللي ترتب عليه إن مدرسين شغلهم اتوقف وانقطع. كل المشاكل دي هنحاول نتعلم منها النهاردة ونطلع منها دروس عشان ما نقعش فيها في المستقبل ونتعلم من اخطاء غيرنا. لو رجعنا بالزمن ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما كده خدها قاعده، لما تعوز تتعلم اي حاجه ارجع لايام النبي صلى الله عليه وسلم وهتتعلم دروس وكنوز. ايام النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزلت عليه الرساله بدا يدعو قومه، وكان حلمه ان كل مكه تؤمن وتدعمه في نشر الدعوه، وده اللي خلاه يصبر عليهم ويدعوهم سنوات طويله جدا. لكن لما خلاص ايقن انه ما فيهاش امل وربنا اذن له بالسفر للمدينه، ساعتها راح لبلان بي، الخطه البديله يعني، وهو انه يشوف مكان تاني يلاقي الدعم فيه ويكون مركز لنشر الدعوة. وفعلا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتخذ المدينة هي المركز ده، ونجح فعلا بفضل الله عز وجل في نشر الدعوة بتاعته، ونجح يوصل لأعلى حاجة احنا ممكن نتخيلها. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان فضل في مكة كان هيندثر والدعوة بتاعته هتفضل مندثرة، لكن لما هاجر وراح للمدينة الدعوة بتاعته نجحت. طب نتعلم ايه من الموقف ده؟ اولا نتعلم انه لازم تسعى للحلم اللي نفسك فيه بكل قوة وما تستسلمش من اول ضربة. النبي صلى الله عليه وسلم استحمل 13 سنه في قريش بيدعوهم، كل يوم كان في كان في مشاكل وكان في اذى وكان في بلاءات، لكن هو عشان عنده حلم وهدف كان بيسعى له يوميا بدون استسلام. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نتعلمها، لما تلاقي الحلم اللي كنت بتسعى له مفيش فيه توفيق وكل الطرق بتقول لك خلاص مفيش رزق هنا ومفيش توفيق هنا، فهنا تعرف ان رزقك ونجاحك مش في الحلم ده، فعلى طول تروح للخطه البديله او بلان بي. الحاجه الثالثه انه لازم اصلا يكون عندك خطه بديله ماشي فيها بالتوازي مع الخطه الاولى، لكن مش بنفس قوه الخطه الاولى او الهدف الاول. النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 13 سنه قعدته في مكه كان كل غرضه ان مكه تؤمن، مكه تبقى خير داعم ليه، لكن في المقابل كان كل موسم حج يطلع للحجاج يدعوهم، طبعا مش بنفس القوه، موسم الحجاج كله كام يوم، لكن كان بيدعوهم بنفس الكلام. وده اللي ساعده لما قرر ان هو يسافر للمدينه ويدور على مكان تاني يبني فيه المركز بتاعه والدوله بتاعته، لقى المكان فعلا اللي هي كانت الخطه البديله. 4 لازم تكون عامل زي النحله، دايما لازم تكون عامل زي النحله، دايما بتسعى وشغال، لقيت طريق اتقفل في وشك ما تقعدش تبكي عليه، هوب على طول تقوم للطريق اللي بعده. الدروس دي لو انت ما اتعلمتهاش من الموقف ده او ما اتعلمتهاش من حياه النبي صلى الله عليه وسلم هتحبط كتير وهتقع، ومع كل بلاء هتاخد على دماغك. اسمع كلام اخوك. اخواتنا في الثانويه العامه بيحبطوا ويجي لهم اكتئاب لما الدنيا بتتقفل في وشهم ضد الهدف اللي تعبوا عشانه. انا عارف ان هو طول 12 شهر كان قاعد بيذاكر عشان نفسه في طب او هندسه او ايا كانت الكليه، لكن جه تنسيق او جه الدنيا ودته لمكان تاني، فساعتها بيحبط ويكتئب وحلمه بيتدمر لانه ما عملش حساب ان في هدف بديل او خطه بديله لازم يكون ماشي فيها بالتوازي. وكذلك المدرس اللي كان شغال ووقف شغله نفس الكلام، هيجي له حزن واكتئاب، وده ببساطه لانه ما كانش عنده خطه بديله يسعى لها. لازم نكون فاهمين ان الدنيا مش دايما هتكون زي ما احنا مخططين ليها او زي ما احنا متخيلين، لازم تكون مرن في الطريق. انت كل اللي عليك انك تسعى، لقيت الطريق سالك والدنيا ميسره فالحمد لله، لكن لقيت الطريق اتقفل في وشك فما تقعدش تعيط جنبه، اعرف ان المكان ده هو مش المكان اللي تنجح فيه. افهم ان مفيش حد هيموت وهو ما خدش رزقه كله، وبالتالي لو ربنا مش كاتب لك الرزق في المكان ده فانت مش توصل، مش تاخد الرزق. لو ربنا مش كاتب لك النجاح في المكان ده فانت مش تنجح فيه، فلازم تكون مرن، لازم تكون عارف ان مش هتاخد حاجه مش مكتوبه لك، فلازم تكون مرن وتبدا تفكر الخطوه اللي بعدها ايه. ما تقعدش كل شويه تخبط في الارض وتقول الدنيا مش ماشيه زي ما انا عايز، لانها مش هتمشي زي ما انت عايز. الدنيا كل مره بتتغير، كل مره الدنيا بتبقى اصعب، كل مره الدنيا بتبقى تديك حاجات انت مش متوقعها، فبالتالي لازم تكون مرن تتعامل مع المشاكل دي. لازم يكون عندك اهداف تانية، لازم تكون عندك خطط بديله، مش دايما هتكون الخطه رقم الف او خطه رقم ايه هي اللي هتنجح فيها وهتمشي. بتنجح ان شاء الله، هتوصل، بس لازم تكون عارف ان مش هتيجي كده. لو فضلت فاكر ان هي دي اللي هتيجي بس، فانت دايما اكنك عامل زي اللي بيخبط دماغه في الحيطه، هيتكسروا بس، لان الدنيا عامله زي جدار الصلب، لو ما مشيتش بالقواعد بتاعتها وبقيت مرن معاها هتفضل دايما بتتخبط في الحيطه وانت اللي بتتاذي وبتتجبس كل شويه. فدايما خليك محضر خطه بديله، لو ما نجحتش في الخطه الاولانيه تنجح في الخطه الثانيه، وخليك مرن. لو الباب ده اتقفل في وشك ما تقعدش تعيط جنبه، شوف الباب الثاني، ما تقعدش تضيع وقت في الخطه الاولانيه او الباب اللي اتقفل الاولاني، شوف الباب الثاني. الله عز وجل احيانا كتير جدا بيقفل في وشك باب عشان يفتح في وشك باب تاني مليان رزق. صدقني والله 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 ناس كتير قوي 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 اتقفل في وشهم الباب اللي هم كانوا بيسعوا له بكل طاقه، لكن اتفتح لهم ابواب تانية مليانه رزق ونجحوا والله فيها. ولو
ولو دورت حواليك هتلاقي ناس كده كتير. فلما تلاقي نفسك ما وصلتش للحلم اللي انت كان نفسك فيه او الهدف اللي انت كنت بتسعى له، ما تقعدش تفكر كتير، ابدا اشتغل على طول في الخطه اللي بعدها. انا هعمل ايه الخطوه اللي بعدها؟ انا المكان اللي انا هخش فيه هسعى له ازاي؟ هطور من نفسي فيه ازاي؟ هبقى اشطر واحد ازاي؟ صدقني انت لو كنت تنفع في المكان الكبير اللي انت كان نفسك تخشه ده، فصدقني انك انت هتقدر تنجح في اي مكان انت تخشه. المدرس اللي كان شاطر في شغلانته لما هيشتغل اي شغلانه تانية او هيفكر ازاي يجيله رزق من باب تاني، صدقني هينجح. اللي بينجح في مكان هيعرف ينجح في كل حاجه. هي الفكره في المينتاليتي او في العقليه اللي عندك. لو العقليه اللي عندك عقليه انسان ناجح فهتنجح في اي مكان. وده دليل ان الناس كتير اتقفل في وشها باب هندسه او باب طب، لكن نجحوا في كليات تانية حرفيا وعملوا شغل ما بيعملوهوش بتوع هندسه ولا بتوع طب. فدايما حضر لنفسك خطه بديله وخليك مرن مع تعاملات الحياه وتغيرات الحياه في وشك. وبس كده. وفي الختام حابب اقول لاخواتنا طلبه الثانويه العامه، ما تضيعش وقتك في الحزن على اللي فات. اللي حصل، فكر هتعمل ايه في الخطوه اللي جايه، وصدقني ربنا هيوفقك للمكان اللي انت هتلمع فيه وتبقى نجمه كبيره. بس كمل سعي وما تقفش، واسال اي حد ناجح وصدقني هيقول لك نفس الكلام اللي انا بقوله لك ده. واخواتنا المدرسين نفس الكلام، ما تضيعش وقتك على البكاء على الباب اللي اتقفل في وشك. فكر في باب رزق تاني وصدقني هتقدر تنجح فيه زي ما نجحت في الباب الاولاني اللي كان بيرزقك وانت مدرس مشهور، هو اللي هيرزقك وانت في مكان تاني. ما تضيعش وقتك في الحزن لان الدنيا قصيره ويا دوب تلحق تخلص اللي وراك. ولحد هنا انا خلصت كلامي. حابب اشكر الناس الطيبه اللي بتسمع الفيديو لحد الاخر. انتوا احسن ناس وصدقوني هتنجحوا في حياتكم جدا. واسمعوا كلامي وبكره تقولوا ان انا قلت. اتفقنا يا عم الناس؟ ما تنسانيش في اللايك والشير والكومنت، ولو عندك مشكله عاوزنا نحلها سيبها لنا في الكومنتات تحت وهنحلها باذن الله. وما تنساش تتابعنا على التليجرام وعلى الفيسبوك، بننزل تاسكات يوميا على التليجرام، وقريب جدا هنعلن عن دوره جديده هنبداها، فخليك متابع معانا هنا وهناك عشان تستفاد باكبر قدر من الحاجه. اتفقنا؟ بحبك في الله، ما تنسانيش من دعواتك. يلا سلام.